النهارده الدرس هنتكلم عن الالوان، ازاي نقدر نعدل الالوان عندنا في الصوره، نقدر نغيرها، نقدر نعدل الاضاءه بتاعتها. اي مشكله في الصوره نقدر نظبطها بالدرس بتاعنا النهارده. فهنتكلم عن حاجه اسمها adjustment. الادجستمنت ديت بتلعب على زي ما قلنا الالوان، زي اللي هي tonality. التوناليتي عباره عن اللي هي الليفلز والكيرفز والحاجات دي كلها اللي هي ليها علاقه بتعديل الإضاءة في الصورة. يعني لو الإضاءة بتاعتنا اللايت بتاعها عالي شوية نقدر نوطيه، لو الإضاءة قليلة جدا نقدر نعليها، وهكذا. هنا الكولر بيلعب من اسمه على الألوان، يعني درجات الألوان اللي هي هيو اند ساتوريشن دي بتلعب على درجات الألوان. نفس الكلام، كل ده بيلعب على الألوان، ان انا اقدر اغير في الصورة الالوان بتاعتي. يعني ممكن الصوره اللي فيها لون ازرق اقدر اغيره اخضر، اي لون انا عايزاه. هتشوف الكلام ده طبعا دلوقتي عملي. نفس الكلام هنا بقى، دي اللي هي السبيشاليتيز، بتغير التاثيرات اللي في الصوره، ودي قليل قوي لو استخدمناها يعني. تمام. فهنا زي ما انتم شايفين اللوحه دي اسمها adjustment، دي اللي بتكون موجوده عندنا في البرنامج. هوريكم دلوقتي بتكون فين. هي نفس الكلام اللي فوق ده، هي اللوحه دي. طيب تعالوا نشوف الكلام ده عملي. اول حاجه زي ما انتم عارفين دي عجله الالوان. عجله الالوان دي انا عايزه اثبت لكم الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي. لو وقفنا عليها كده، تمام، وجينا جبنا اللي هي قائمه هيو اند ساتوريشن. هي بتيجي منين؟ بتيجي من ايمج ادجستمنت. هتلاقوها هنا هيو اند ساتوريشن، يعني اللي بتلعب على الالوان اللي هي هيو، والساتوريشن اللي هي بتشبع اللون. بصوا بتعمل لنا ايه. لو جينا مثلا عملنا كده في الهيو اند ساتوريشن، هتبصوا تلاقوا انها بتلف معانا اهي، بتلف. ده معنى ايه الكلام ده؟ معنى كده ان هي بتلف، بتخلي اللون اللي هنا مثلا لو اصفر بتغيره باللون المقابل ليه. فايه اللون المقابل للاصفر؟ هتلاقوه ازرق، فهنا بتديكوا ازرق. فهمتوا؟ فكل ما بتلف كده معناه ان انتوا بتغيروا اللون باللون المقابل ليه، اللون العكسه. تمام. وهنا الساتوريشن اللي هي ايه؟ بصوا اللي بيحصل، الاضاءه بتاعه الايه، التشبع بتاع اللون. يعني اللون الاحمر عايزاه احمر قوي اهي، بجيبها على الاخر. فبصوا اللون الاحمر بقى واضح قوي، الاصفر بقى واضح اكتر، الاخضر نفس الكلام. لو جبتها كده تشبع اللون بقى ايه، رايح مني خالص، فادى رمادي. فهمتوا؟ تمام. هنا اللايتنس يعني درجه اللون، الاضاءه بتاعته عاليه قوي، الاضاءه بتاعته واطي قوي، وهكذا. تمام. يبقى احنا قلنا الهيو اللي هو درجه اللون، اذا كان ازرق، اخضر، اصفر كده. تمام. باخد اللون المقابل. الساتوريشن قلنا اللي هو تشبع اللون. اللايتنس الاضاءه بتاعه اللون. تمام. طيب تعالوا نكنسل كده وندخل على مثال على طول نشرح فيه المثال ده. هنشرح فيه اللي احنا قلناه دلوقتي. يبقى احنا لو جينا هنا عايزين نغير للبنت ديت، عايزين نغير التيشيرت اللي هي لابساه لونه، بدل ما هو موف كده خليه لون تاني. نعمل ايه؟ image adjustment hue and saturation. طيب هي بتيجي منين تاني؟ بتيجي من هنا، من قائمه adjustment اللي هي القائمه دي، وهتلاقوها هنا اللي هي دي hue and saturation. تمام. فاحنا هنعمل بدي وهنعمل بدي، وهقول لكم هو ليه جايبها مرتين. هو هنا لو عملنا بدي هتعمل نفس الايفكت، وهنا هتعمل نفس الايفكت، بس هنا مش هتدينا الماسك اللي هيطلع لنا اللي احنا هنحتاجه. فهوريكم الكلام ده. مثلا هنا تعالوا نغير التيشيرت ده. فهنعمل ايه؟ هندوس هنا بالقطره اللي هي شبه القطاره اللي عندنا دي، نضغط على التيشيرت. فانا بقول له انا عايزه اغير اللون الموف ده بايه؟ باللون اللي انا عاوزاه. فانا هاجي كده بالايد اللي انتوا شايفينها دي، ادوس عليها وابتدي اروح لمين، اروح شمال. طيب انا بروح لمين، بروح شمال. هو هنا بيعمل ايه؟ هو هنا بيديني تشبع اللون اللي هو ساتوريشن. طب انا عايزه اغير لون التيشيرت، مش عايزه التشبع. يبقى اعمل ايه؟ اجي هنا عند الكنسل، مش هكنسل، لا، هعمل الت من الكيبورد، وهتيجي علامه ريسيت ديت، اقوم ضغط عليها عشان يرجع لي كل حاجه زي ما كان. وبعدين ابتدي بقى اختار. هناخد الايد ديت وهنضغط هنا على الكنترول وما نشيلش ايدينا، وندوس على التيشيرت، ومن غير ما نشيل ايدينا نقوم نعمل ايه؟ دراج، يعني نجيب الماوس يمين وشمال. هتبصوا تلاقوا ان التيشيرت لونه هو اللي بيتغير، لعب على الهيو مش على الساتوريشن. فهمتوا؟ فانا مثلا عايزه اخلي لونه كده ازرق، واقف على كده، اشيل ايدي من الايه، من الكنترول، واشيل ايدي من الماوس. كده في عندي مشكله. هو جه عند لو عملنا زوم للصوره
وهتلاقوا ان هو جه عند الوش هنا، عند النضاره شويه، وعند الوش هنا، وعند التوكه. طب ده ايه حله؟ الحل ان احنا نعمل ماسك قبل ما نعمل الكلام ده. طيب يبقى تيجوا نشتغل منين؟ تيجوا نشتغل من اللي هي القايمه بتاعه الادجستمنت، علشان بتدينا ماسك قبل ما نعمل اي حاجه. لكن هنا ما نقدرش نرجع الشغل اللي احنا اشتغلناه. هو ده بقى الفرق ما بين القايمه ايمج ادجستمنت هيو اند ساتوريشن، او ان احنا نيجي من ادجستمنت على طول. فهنيجي نعمل هنا، مش هنعمل كانسل قبل ما نعمل ايه؟ الت ونعمل ريسيت عشان يرجع لنا الدنيا زي ما كانت ونقول اوكي، او نلغي خالص كانسل وخلاص. ونيجي هنا من قائمه ادجستمنت، هنا القائمه دي بنجيبها من ويندو، لو مش لاقيينها هتلاقوها هنا موجوده ادجستمنت اهي. هتدوسوا عليها هتظهر لكم لو انتم مش شايفينها، انا طبعا كده خفيتها، هدوس عليها اظهرها. تمام. طيب دلوقتي بقى اعمل ايه؟ اختار اللي هي هيو اند ساتوريشن اللي هي دي، واقفه عليها انا، وهنيجي كده ناخد دي بقى نخليها تحت، نلغيها مش عايزينها. وتعالوا بقى مثلا نعمل نفس اللي احنا كنا عاملينه، ناخد الايد ونشاور على التيشيرت بس بايه؟ بالكنترول، علشان يغير لون التيشيرت نفسه. ونعمل ايه؟ يمين بالماوس وشمال لغايه ما يدينا اللون اللي احنا عاوزينه. انا عايزه اللون ده، نقف على كده. تمام. طيب هنا لو لاحظتوا اللي تحت ده بيديني ايه؟ بيديني ان هو واخد درجات من اللون اللي في النص ده، هو اللون اللي كان اساسي اللي انا غيرته، اللي هو كان لون التيشيرت. تمام. وهنا الدرجات اللي هو خد منها، بس مش بنفس الدرجه، يعني بياخد درجه بسيطه منها. والدرجه هنا اللي في الشمال دي اللي برضو خد منها. طب لو انا ضيقت هتلاقوا ايه اللي بيحصل؟ الدرجات اللي هي بتقل اهي. بصوا بقلل كده من هنا او من هنا، او لو عجبني هخليها على كده. تمام. طيب انا دلوقتي عايزه الشكل ده. تمام. انا بقى عايزه اعمل ايه؟ اعدل على الصوره. فانا هقف على الماسك، هقف هنا على الماسك دوت. احنا اتعلمنا قبل كده الماسك ده بيتعمل ازاي، بس هو هنا ليه ده الماسك مش على الصوره نفسها، ده الماسك على الايفكت بتاع الهيو اند ساتوريشن. طيب اجيب البراش بتاعتي وابتدي ايه؟ اعمل لها ريسيت تول عشان ترجع بنفس البراش اللي انا بستخدمها الناعمه اللي هي السوفت. تمام. وابتدي اجي كده واشوف ايه المشكله اللي عندي هنا، امسحها. شفتوا اللي كان في النضاره ده انا مسحته، اللي في وشها هصغر البرش شويه وامسح، عشان برضو مش عايزه وشها ياخد اللون. واللي في التوكه، وهنا كمان اللي في التوكه. تمام. طبعا انا بعمل بمسافه في الكيبورد عشان يجيلي علامه الايد ديت، وازق بالايه؟ بالماوس كده، وابتدي امسح الحاجات اللي هي مش عايزاها زياده. تمام. تمام كده الصوره كده بقت مظبوطه. واللون بصوا التيشيرت كان قبل وبعد ازاي، ده كان لونه قبل، ده لونه بعد. تمام. طب تعالوا ناخد مثال تاني. مثلا المثال دوت عايزين نغير برضو نفس الكلام، عايزين مثلا نغير اللون الاصفر الانبوبه ديت، او مثلا اللون الازرق. تعالوا نغير اللونين نشوف كده نعمل ايه. نجيب اللي هي الايه؟ adjustment. انا مش لاقياها هنا، لا اعمل ايه؟ ادوس على قائمه ويندو واجيب ايه؟ adjustment اهي ظهرت لي هنا على طول. طيب عايزه هيو اند ساتوريشن، اقوم عامله ايه؟ جايبه الايد، اهم حاجه ما تنسوش الايد دي، واضغط هنا. انا عايزه اغير الانبوب دوت، فادوس عليه بس بالايه؟ بالكنترول، عشان انا عايزه اغير اللون. يبقى بالكنترول وما اشيلش ايدي، واعمل ايه؟ يمين في شمال. ممكن تشيل ايدك دلوقتي عادي طالما انت خلاص ايه؟ بتغير اللون، تشيل ايدك من الكنترول يعني. تمام. طيب انا عايزه مثلا لونها احمر اهي، سبتها على كده. طيب عايزه اغير اللون الازرق اللي ورا ده، برضو بعمل ايه؟ بدوس عليه واعمل ايه؟ كنترول واشيل واعمل يمين في شمال. طب في طريقه تانية؟ في طريقه تانية. شايفين العلامه اللي تحت دي اللي هي عامله زي السهم دي؟ بترجع لنا ريسيت، بندوس عليها ترجع كل حاجه زي ما كانت. طب انا في طريقه هنا في الصوره دي تانية. نعمل ايه؟ احنا بنشتغل هنا على الماستر. احنا ممكن نشتغل على ان انا اقول له غير لي اللون اليلو، اللون اليلو اللي في الصوره، الاصفر اللي في الصوره يبقى يلو اللي هو ايه؟ الاصفر. فانا عايزه اغيره، اعمل ايه؟ ضغطت عليه وابتديت انا اللي اعمل كده ايه؟ يمين وشمال. فهمتوا؟ طيب انا عايزه اقول له برضو غير لي مثلا اللون الازرق بلو. تعالوا نعمل كده. فاللون الازرق عندنا اللي هو ورا، بصوا بقى ايه؟ لبني. لو عايزين تعرفوا الفرق ما بين الصوره دي والصوره دي اهي، بصوا كانت كده وبقت كده.
تمام. طب تعالوا ناخد مثال تالت عشان كده المعلومة تثبت معانا. ده برضو مثال كويس سهل برضو عشان الصورة كلها اصلا لون اصفر. يبقى احنا نعمل ايه؟ يبقى انا اقول له على طول غير لي اللون الاصفر اللي في الصورة واعمل كده. عايزة مثلا اللون ده، ماشي اللون ده حلو كده، فهمتوا؟ وهكذا، مفيش اسهل من كده، ده قبل وده بعد. طيب دلوقتي احنا هناخد طريقة تلوين تانية غير الطريقة اللي احنا اخدناها، وبس هي شبهها وبتنفعنا امتى؟ لما بيكون عندنا صورة فيها مشكلة زي الصورة دي. الصورة دي هتقولوا لي مشكلتها ايه؟ ما فيهاش مشاكل. لا، هي فيها مشاكل كتيرة جدا. ليه؟ اللي عمل الصورة دي لعب في الالوان بتاعتها فخلى البشرة بتاعتها واخدة درجات الاحمر. يعني لو لاحظتوا بشرتها، بصوا الزوم، هنجيب بشرتها، هتبصوا تلاقوا ان هي واخده درجات الاحمر، محمر لها خدودها، محمر لها ايديها، تمام. فدي لما هتيجوا تعملوها بالهيو اند ساتوريشن، حتى انتوا جربوها هتلاقوها بتبوظ معاكم الصوره خالص، وعشان تقعدوا تعدلوا عليها هيبقى مشكله. فايه الطريقه بقى عشان صوره زي دي؟ الطريقه التانية اللي احنا هنقولها دلوقتي، هنيجي عند البراش، هنعمل كليك يمين، هيظهر لنا حاجه اسمها color replacement tool، هنضغط عليها. الاداه دي بقى بتعمل ايه؟ احنا ممكن دلوقتي نعمل لللاير ده نعمل له دوبليكيت علشان كنترول جي، علشان لما نيجي نعدل عليها نقدر نعدل براحتنا، تمام. فهنبتدي بقى دلوقتي بالاداه ديت. عندنا هنا فوق 3 حاجات. اول حاجه ديت لو ضغطنا عليها هي عامله زي قطرتين كده، دي اسمها ايه؟ سيمبلينج كونتينيوس. يعني هي لما بتدوس وبتمشي كده على طول بتلون لك الفستان ده. مثلا انت عايز اللون اللي هو في الفور جراوند هو اللي ايه يبقى لون الفستان، فهو بالذكاء كده بتاعه بيبتدي ايه يفهم ان انت عايز تغير اللون الفوشيا ده باللون اللي في الفور جراوند، فبتبتدي تلون. بس تخلي بالك انك متخرجش بره الزائد اللي موجوده في البراش دي، ما تخرجش بره عشان ما تلونش الحته اللي انت مش حابب انها تتلون. فطبعا لازم نصغر البراش شويه ونبتدي نلون الحته اللي عند الايد عشان ما تدخلش على الايد، تمام. طب هتقولوا لي في طريقه اسهل؟ في طريقه اسهل. هي كل طريقه وليها حاجه. فهنلون كده مثلا وهنخلص الفستان كله، تمام. طيب ايه الطريقه التانية؟ الطريقه التانية بقى ان احنا هنيجي دلوقتي نعمل تراجع ازاي او نرجع الصوره زي ما كانت ازاي. هنيجي عند الهيستوري ونرجع للصوره الاصليه. الهيستوري ديت يعني بتخزن لك كل حركه بتعملها، عايز ترجع حركه، عايز ترجع حركتين، عايز ترجع من اول وجديد زي ما انا رجعت، بتدوس عليها. دلوقتي مثلا انا عايزه اجي الاداه التانية اللي هي نفسها بس هي هدوس على التانية دي. التانية ديت اسمها ايه؟ لو دوست عليها كده هتلاقيها سامبلينج وانس. يعني ايه وانس؟ يعني هتضغط ضغطه واحده على اللون اللي انت عايز تغيره في الصوره كلها، ضغطه واحده على اللون اللي عايز تغيره في الصوره كلها، فهيفهم ان انت عايز تلونه برده بالفور جراوند، باللون اللي في الفور جراوند. فانا عايزه اضغط ضغطه على الفستان اهو، انا عايزه الدرجه دي تتغير بالموف، فانا هضغط كده وافضل ايه، فانا ضغطت الضغطه وابتدي ايه الون، هيبتدي يلون. انا عندي الماوس هو اللي بيعلق، تمام. فهنبتدي نلون. هنا الميزه في الحته دي ان احنا لو مهما طلعنا على الجسم مش هياخد معانا الجسم وهيلون الفستان بس برضو حاولوا ما تطلعوش على الايد، لان الايد زي ما انا قلت لكم واخده لون احمر فقريب من الفوشيا، فممكن تلونها لان الصوره دي اصلا فيها مشاكل، فاهمني؟ طيب فهنفضل نلون برضو كده الفستان. هننزل تحت شويه، هننزل تحت بالايه بالمسافه، وننزل ونعمل كده، نضغط ضغطه عشان ناخد درجات تانية، لان الفستان ده ليه درجات كتيره، في درجات غامقه، درجات فاتحه. يا اما نعمل ايه، يا اما نيجي نعلي التولرانس دوت اللي هو درجات اللون اللي احنا عاوزينها. هو هنا 36%، لو عليناها هياخد اكتر درجات، فمش هنضطر ان احنا نقعد نتك ونعمل. بس انا ما انصحكمش بيها، لو علتوها تيجوا تعملوا عند الايد هنا هتبصوا تلاقوا ان هي خدت الايد معاكم. يعني انا هو مثلا دلوقتي هي 36، فانا بعمل عند الجسم مش بيلون، او هو خد معايا درجه الجسم عشان افتكرني ان انا عايزه الون درجه الجسم دي. فانا لا، انا مثلا ايه، ثانيه هضغط عند الدرجه بتاعه الفستان من تحت، هاجي الون بيها الجسم مش هيلون معايا اهو. فهمتوا ليه؟ علشان الدرجه هنا 36 بس، انا بقول له خد درجات اللون الفوشيا وايه ولون لي بالموف، ماشي؟ 36 درجه من اللون الايه الفوشيا وغيرهم لي باللون الموف. طب لو انا عليت الدرجات دول اللي هم 36، تعالوا نرجع بالصوره عشان يبان لكم من الاول، نرجع الصوره من اول وجديد ونعلي 36 دول نخليهم اهو،
مثلا خليناها حاجه و70%. تعالوا مثلا انا ضغطت اهو برضو على الفستان وبلون، هاجي اطلع عند الجسم، بصوا ايه اللي حصل، شعرها اتلون وجسمها، عشان هو برضو هي الصوره اصلا فيها مشاكل وجسمها فيه درجات لون احمر، فالاحمر قريب برضو من الفش فهو راح واخده معاه. لكن لما قللت اهو، تعالوا نقلل ونرجعها زي ما كانت اهي 34% مثلا، واخدت برضو الدرجه وطلعت على الجسم ما حصلش اي مشكله. فهمتوا؟ طيب ايه بقى الدرجه الثالثه دي بتعمل معانا ايه؟ الثالثه دي بيقول لك ايه بقى، لو وقفت عليها شويه هتلاقيها سامبلنج باك جراوند سويتش، يعني بيقول لك ان انت عايز الباك جراوند اللي هنا ماشي، تقول له انا اللون بتاع الفستان بتاعي اللي انا عايزه اغيره هو ده، فطبعا بتدوس على الباك جراوند يظهر لك القايمه دي، تقوم مختار بالايه بالقطاره دي لون الفستان وتقول له اوكي، فهو كده هيفهم على طول ان انت عايز تغير اللون اللي في الباك جراوند باللون الفور جراوند اللي هو اللون الموف. فبتعمل كده برده وتبتدي تلون، ونفس الكلام ما تعليش الدرجه دي علشان لو عليتها هتاخد برده من الجسم. خلاص، فانا دلوقتي بلون براحتي خالص، ودي احسن طريقه تلون بيها. هننزل كده ونلون الفستان كله. طيب انا دلوقتي لو مثلا في مشكله عندي في الفستان مش راضي ياخد الجزئيه اللي تحت، ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن ان احنا نيجي هنا عند الباك جراوند ونقف عند الحته دي وناخد الدرجه ايه اهي، ناخدها بالظبط عشان نقدر نغيرها اهي، فكده اتغيرت معايا. يبقى اي حاجه ليها حل. تمام. طيب هتقولوا لي هي جت على الايد معانا، مفيش مشكله، احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ماسك ونبتدي نمسح الحتت الزياده اللي طلعت معانا. تمام. نيجي عند اللايرز هنا، وعجبني مثلا لون الفستان وهحل المشكله اللي عند الدراع ديت ان انا اعمل ايه، هاجي هنا واعمل ماسك، اقف على الماسك واجيب البراش العاديه وابتدي ايه احل المشكله دي. في هنا حصل مشكله ان انا لما جبت هيستوري، بصوا بقى عشان تحصلش معاكم المشكله دي، لو جيت عند اللاير هنا، انا كنت في لاير تحت هنا بتاع الصوره الاصليه، لو حصلت معاكم مشكله زي اللي حصلت معايا دي هتعملوا الاول دبليكيت، هترجعوا من الهيستوري على الصوره الاصليه وهتعملوا دبليكيت لاير اللي هي كنترول جي، وتتاكدوا ان اللاير القديم موجود علشان لما تيجوا تشتغلوا تقدروا تعدلوا على الشغل بتاعكم، وتبتدوا تمسكوا الاداه وتلونوا تاني وتبتدوا ايه تخلصوها. ماشي. دلوقتي انا مثلا عجبني لون الفستان كده، بس في مشاكل عند الايد وهنا الايد التانية، فهنعمل ايه فيها دلوقتي؟ هنيجي بقى نعمل هنا لاير ماسك، اللي هو نقف عند الماسك ده ونعمل كده، ونيجي عند البراش العاديه ونبتدي نخفي اللي بايه المشاكل اللي في الصوره دي اهي. طبعا وهكذا. طبعا هي عايزه ايه، عايزه بالراحه شويه عشان تقدروا تظبطوا الصوره، وانا طبعا عشان مستعجله فبعمل بسرعه، فطبيعي طلعت معايا ايه على الايد قوي، لكن لو انا من الاول بعمل بالراحه الفستان نفسه مش هيبقى فيه اي مشاكل ومش هتيجي على الايد. فانتوا بقى ايه بكل هدوء كده تفضلوا تلونوا في الفستان بالراحه وانتم مصغرين البراش بتاعتكم. بس عرفنا ازاي ان احنا نقدر نحل المشكله بان احنا نعمل ايه الماسك. طيب احنا عندنا قلنا الطريقه بتاعه البراش ديت اللي احنا هي كولر ريبليسمنت. طب في طريقه تانية غير الريبليسمنت دي؟ في احنا لو جينا هنا عند الايمج ادجستمنت لقيناها ايه تحت، اسمها ريبليس كولر، ريبليس ايه كولر. طيب الريبليس كولر ديت مش موجوده في غير في قائمه ادجستمنت من الايمج، لكن لو ما احنا اتكلمنا في اللي هي الهيو اند ساتوريشن دي بنجيبها من هنا برضو adjustment هيو اند ساتوريشن، ولكن موجوده هنا برضو. لو وقفنا على اللاير اهو هتلاقوها ظهرت معانا هنا، اللي هي الدايره اللي تحت دي هتلاقيها بتظهر لكم هنا هيو اند ساتوريشن، او الاجزاء اللي هي بتصحح الالوان بتاعه الصوره او الليفلز اللي هي عباره عن اللايتنج بتاعه الصوره. تمام. والهنا السوليد والثلاثه دول هتلاقوهم برضو موجودين فين؟ هتلاقوهم موجودين في قائمه لاير، وهنا مكتوب في نيو فيل لاير موجودين الثلاثه دول هنا. تمام. وهنا برضو نيو ادجستمنت لاير موجود فيها اللي هي الليفلز اللي هي بتعلي اضاءه الصوره وبتظبط الوان الصوره، وهنا اللي بتعكس انفيرت اللي هي بتعكس. تمام. طيب يبقى احنا عندنا adjustment اللي هي image adjustment replace color موجوده هنا بس. تمام. وما تنسوش كمان الادجستمنت ديت القايمه دي برضو بتاعت الهيو اند ساتوريشن برضو بنجيبها من هنا.
تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين بقى ايه نشتغل على العربيه دي، ان احنا عايزين، هو بيقول لي ايه هنا بقى، هو بيقول لي ده الكالر اللي في الفور جراوند وده الكالر اللي في الباك جراوند. طيب احنا عايزين نقول له ان لون العربيه بتاعتنا لونها ايه اهو، نشاور عليه. طيب احنا عايزين نريبليس بقى بايه، نعمل كده برضو ونختار اللون اللي احنا عايزين لون العربيه يكون لونها. مثلا انا بحب الاحمر مثلا، فانا عايزه عربيتي لونها ايه احمر. طيب هتبتدي بقى تختار درجات زياده من علامه الزائد، يعني زود لي درجه كمان، زود لي درجه دي كمان، زود لي الدرجه دي كمان، فهتفضل تزود لغايه ما هيديك لون العربيه الاحمر اللي انت عاوزها كلها. طيب معنى كده ان هنا بيظهر لي اللون الابيض ان في لون، اللون الرمادي يعني بيديني اللي هو بيدي درجتين، او اللي هو كانه في لون ومفيش، زي الشادو اللي تحت العربيه ده. واللون الاسود يعني مفيش لون خالص. فهمتوا؟ فبتفضلوا تختاروا الدرجات اللي هي في العربيه عشان بعلامه الزائد، عشان تدي اللون الاحمر اللي انتوا عاوزينه. عايزين تنقصوا بتنقصوا برده من هنا، وتيجوا تنقصوا وتقول مثلا انا مش عايزه دي مثلا يعني، بس طبعا احنا عايزينها فهندوس عليها. يبقى دي طريقه تانية ان احنا نلون بيها الصوره، اللي هي اسمها color replace او replace color. هنا بتغير درجه العربيه اللون من هنا، وهنا الساتوريشن اللي هو التشبع بتاع اللون بتاعي، تمام. وهنا اللايتنس اللي هو الايه الاضاءه. خلي بالكم لو عايزين مثلا في الصوره اللي فاتت الفستان بتاعي يبقى رمادي، فانتوا بتلعبوا على الرمادي منين؟ من الساتوريشن. اهو بصوا العربيه اتحولت معايا لرمادي، على اساس العربيات اغلبيتها بتبقى رمادي مثلا، تمام. طيب نعمل اوكي او نعمل سيف لو عجبنا الكلام ده، نعمل له سيف او لود لو احنا هنحط الكلام ده على اللابتوب على الكمبيوتر عندنا، فبنعمل له لود من هنا. لو احنا نفس الاعدادات ديت، يعني اللون ده عجبنا فاحنا عايزين نفس الاعدادات دي نغير بيها اي بقى الوان في اي حاجه تانية، تمام. نقول اوكي بقى وعجبتني لون العربيه كده.